بدي اضطر اقول يعني حضرتك بس عم تتعرف على اسمي وهذا قلت لي دغري اول كلمه كان او اول انطباع قلت لي شيعيه. شو عيب؟ يعني اي متى اليوم بدنا نطلع منها؟ لا مش عيب اكيد، بس انه هيك اكيد ما بستحي اكيد لا، بس هيك اليوم بنصنف العالم. اول ما كنت عم تقول لي زعيتر يعني شيعيه. هيدا البلد هيك بدنا نبنيه، هيدا البلد هيك بدنا نبنيه بهيدا الحس الطائفي والعصبي. اول شيء مش حس طائفي، يعني ساعتها نحن ما بنستغرب اليوم اذا ما رحنا على انتخاب رئيس للجمهوريه اذا بعدنا بهيدي الذهنيه. اول شيء بخبرك استاذ شاهد، ما في حس طائفي وما في حس تعصبي. المتعصب هذا مش تعصب اسمه. بس اذا بتسمحي لي لما دغري صنفتني انا لبنانيه مثلك بهذا البلد، كان اول انطباع انه صنفتني طائفيا ومذهبيا. اول شيء انت بمجرد ما اكون عم بحكي انا وياكي خارج الهواء بحكي على الهواء، هذا بدل على قديش انت مهنيه وقديش بتحترمي مهنتي. انا اكيد بحترم مهنتي، اكيد بحترم مهنتي، بس لما بدنا نوصل لطريق مسدود بدنا نوصل لطريق مسدود. رح اعتبر حالي ما سمعت اللي قلته، وانا بحترم وجهه نظرك وبحترم رايك. أنا بس بالنسبه لي كل اللبنانيين مسيحيين ومسلمين اكيد. لافت لا انا بعد ولا مره حدا تعرف علي من طائفه ثانيه وكان هذا الجواب. اسمحيني احكي يعني انا عندي اصحاب شيعة وسنه ودروز اكثر من المسيحيين. اتلذذ انه اقعد مع اصحابي المسلمين اللي بيشبهوني بالسياسه، طبعا بيشبهوني بنمط عايشهم، طبعا انا المختلف معه بالسياسه ما بتقعد معه، ما بقعد انا وياه، يعني ما بتحترم وجهه نظر الاخر. انا اتلذذ بس اذا كان مثلك بتحترمه، اذا مش مثلك ما بتحترمه. ايه طبعا. اوكي وصلت وجهه نظرك انه الناس المعقدين انه ايه انت شيعي ماروني. لازم نطلع من هذا التعقيد. منه تعقيد اذا انا ما بيشبهني الشخص اللي بوجهي ما بحترمه. البلد اولويتنا قواسم مشتركه انه لا انه هيدا ما بنحكي بالطائفه. شو التأييد هذا ما له طعمه؟ بتعتبر انه هيدا امر صحي انه نحن نصنف العالم على ماني معقد. اوكي